الرياضة قد تصبح أكثر متعة وتفاعلا بفضل التقنية. شركات عدة عرضت أحدث التقنيات الموجهة إلى الرياضيين المحترفين منهم والهواة. فهذه النظارة الرياضية التي تعمل بنظام أندرويد للتشغيل تعد هاتفا ذكيا، نظارة تسمح للرياضي بممارسة تمارينه ونشاطاته من دون الحاجة إلى استخدام يديه وتشتيت تركيزه. ويمكن استخدام النظارة لقيادة الدراجة الهوائية في العالم الافتراضي. ما قمنا به هو تحويل الهاتف إلى جهاز صغير بحجم الإصبع بهدف إظهار الشاشة أمام عيني الرياضي للحصول على البيانات الكفيلة بتحويل تجربته الرياضية إلى تجربة ممتعة ومسلية وتفاعلية. أحيانا لا يستطيع الرياضي استخدام يديه بتاتا، لكنه في الوقت ذاته بحاجة إلى معرفة وجهته وسرعته والمسافة التي قطعها والسعرات الحرارية التي حرقها وغيرها من البيانات. لذا فإن النظارة الذكية تؤدي هذه الوظائف. أما هواة رياضة التزلج ومحترفوها فقد أصبحوا أمام عالم تفاعلي بفضل هذه الزلاجات الذكية. زلاجات مزودة بأداة تسمى سنو كوكي تمدهم بالبيانات الكفيلة بتحسين أدائهم الرياضي من دون الحاجة إلى مدرب. ابتكرنا هذه الأداة الصغيرة بهدف تحسين أداء المتزلجين وحمايتهم بشكل أفضل. يتم وضع أداة واحدة على كل مزلاج، أما الثالثة فتوضع على صدر المتزلج، وبما أنها مزودة بمستشعرات فسنحصل على بيانات متعلقة بحاله وأسلوب تزلجه، وذلك بهدف تقديم النصائح الكفيلة بتحسين أدائه. وبالنسبة إلى هذه الدراجات الهوائية فقد أصبحت ذكية بفضل كيوري، شريحة ذكية وصغيرة من انتل مزودة بمستشعرات عدة لجمع البيانات بغية تحسين قدرات الدراجين، لا سيما منفذي الحركات البهلوانية. محمد عنتر، سكاي نيوز عربية، سان فرانسيسكو.